فيلمنا كيبدا مع ميشيل طالب في المدرسه وكيعجبو الابطال الخارقين وكيكون غادي باش يشري لبسات سبيدر مان على قبل الالوان من واحد المحل وكيلقاه مسدود وكتكون كتعجبو واحد البنت سميتها ستيلا وكيخاف يهضر معاها وفي القسم ما كيتاش في الامتحان اللي عنده وبقى غير كيصور في ستيلا وكتحصل الاستاذه وكتحيد ليه التليفون وشويه كتدخل عليهم المديره المدرسه هي المحققه جيوفانا واللي هي امة ميشيل باش تسولهم اسئله على صاحبهم مارتينو اللي غاب يومين عادي وحتى حد ما عارف فين مشى وكتمشي عند ولده وكتعطيه واحد القصيص وبدا واحد الدراري كيطلعوا عليه حيت مو جايبه ليه الماكله للمدرسه وكيكون هاد الدراري ديما كيحقروا عليه واللي سميتهم ايفان وبراندو وفاش كيخرجوا كيجدوه في المرحاض وكيديو ليه فلوس اللبسه وكيهرب ليهم وكيتباع بمقحلات البينت بول باش يضربوه بها وكيرجع للدار وكيدخل البروفيل ستيلا وكيعرف انها دايره سواريات الهالوين في دارهم وكيقرر يمشي ليها وكيهز الفلوس اللي بقاو ليه وكيمشي لمحل الهالوين رخيص باش يشري منه اي لبسه وكيشري واحد اللبسه بثمن بطاطا وميشيل كيسول مول المحل علاش من القوه في هاد اللبسه وكيقول له غير عارف بعد ما يلبسها وكيقرر انه ما يمشيش للصواريه بسبب اللبسه المحشره اللي شاري وكتلقى عمو جالس هو طالع عليه الدم وكتقول له بلي ضروري خصو يمشي للصواريه وانها كتشوفو بطل خارق بحال با اللي مات وهو كيحاول يعتق الناس وكتقدر تقنعو كيمشي للصواريه وكيتلاقى بستيلا وكيبغي يدوي معاها ولكن كيلقى ايفان مختم فيديوهات هزهم من تليفونه واللي كان مصور فيهم ستيلا بلا اخبارها وميشيل كيهرب ليهم وكيتخبى في الدوش وكيتمنى انه يغبر وما يبقاش يشوفو شي واحد وكينقز من ترجمة الدوش للزنقه وكيوصل لدارهم وكينعس وفاش كيوصل الصباح كينوض يدوش وفاش كيوقف قدام المرايه يغسل سنانو كيشوف ان الجسم ديالو ما بقاش كيبان وكيتخلع وكيخرج من الدوش وكيوقف قدام المرايه اللي في البيت وكيحيد البينوار ديالو وكيلقى راسو فعلا ما كيبانش وكيشوف مدخلات البيت وكتقلب عليه وما كيبانش ليها وكيكتب لها في ورقه انه خرج بكري وكيغطي راسو بالحوايج وكيمشي لمدرسته وكيخاف انه يدخل للمدرسه وكيبان ليه ايفان وكيتفكر داكشي اللي دار فيه وكيقرر ينتقم منه وميشيل كيحيد حوايجو وكيدخل للقسم وكيهز المكحلات ايفان وكيضرب بها الاستاذه وكيرمي المكحله على ايفان باش تسب فيه وكيجريو عليه من المدرسه وكيمشي عند صاحبه الاخر براندو اللي كان حتى هو كيتنمر عليه وكيخسر ليه الماتش التنس اللي لعب قدام با اللي كيدور فيه حين خسر وفي الفيستير بقى ميشيل كيخلع فيه حتى كيحمق وكيهرب من ديك البلاصه وميشيل فاش كيبغي يمشي فحالو كيبانوا ليه بنات قسمو بعد السبور ديال الدوش وكيقرر يدخل عنده باش يشوف ستيلا وكيدخل على البنات للدوش وبالغلط كطيح عليه فوطه وكيبان لنا شي واحد تحتها حتى كيشوف ميشيل ان الجسم ديالو ثاني بدا كيبان وكتجي واحد البنت وكتهز الفوطه عليه وكلهم بداو كيغوتوا وكنشوفوا ميشيل مع امو في الطوموبيل اللي كتسولو علاش دار هادشي وانه عنده الزر حيت ما جراوش عليه وكتجي مكالمه على براندو اللي حتى هو غبر وكيوصل للغد وكيكون ميشيل جالس في القسم وكيكون جا عنده واحد الطبيب نفسي سميتو باسيلي جابوه للبوليس باش يعاون الكلام وما يخليهمش حتى هما يهربوا لوالديهم وكيعاود لهم على براندو اللي خلى رساله لعائلته كيقول لهم انه باغي يبقى بوحدو وما يقلبوش عليه ونفس الهضره قالها صاحبهم مارتينو وشويه ميشيل كيحس ان الجسم ديالو ثاني بدا يختفي مره اخرى وكتكون قربات الوقيته باش يخرجوا كتوصل الوقيته كيجري لدارهم وكيدخل للبيت وكيلقى اختو كانديلا جالسه في بيتو وكيطلب منها تخرج من بيتو وكتشك فيه وكدير راسها خرجات وبقات واقفه وراه وفاش كيحيد اللقب كتلقاه بلا راس وكتغوت وكيزت لها ميشيل فمها وكيشرح لها شنو طرا وانه ما فاهمش السبب علاش ولا ما كيبانش اختو كتفرح حيت خوها ولا بطل خارق وانه غيعاون الناس اللي في الخطر وكيكون واحد التحقيق في الكوميساريه على سبب الاختفاء براندو ومارتينو انهم بجوج خلاو نفس الرساله لديالهم وكيكون معاهم باسيلي داك الطبيب النفسي كيفسر لهم الاسباب اللي خلاو دوك الدراري يغبروا باش يحاولوا يقللوا المحاولات الهروب الى غتساعد وبعد ما كيسال التحقيق كترجع جيوفانا لدارهم وكتقلب على ميشيل وما كتلقاش حيت كيكون ما كيبانش قدامها وكتجي لها مكالمه من امها وميشيل كيسمع مويه كتهضر معاه وكتقول لها بلي ميشيل التصرفات ديالو تبدلوا وانه ممكن يكون عارف انها غير مربيه وميشيل كيتصدم بعد ما سمع هاد الهضره كلها وكيمشي قدام البحر وكيجلس في واحد الزعلوله والسيله كتكون حتى هي في البحر وكترد البال الزعلوله كتحرك بوحدها وكتقرب لها وكتجلس وكتسول واش اللي جالس هنا جن وكيقول لها بلي هو مالك وبقى مجمعين وكيرسم لها وجهها في الرمله والسيله كتزيد ليه ابتسامه وكيولي سمايل فيس وبدات كتزعلل معاه ومن بعد السيله كتقول ليه تلاقاو مره اخرى وكتمشي في حالها وميشيل كيشوف ان السيله انجذبت لهاد الماله وعجبتها الهضره معاه وفي نفس الوقت كيبان ليه واحد خونا من بعيد حاضر وفي واحد النهار كيمشي عندها للدار وكتدخلوا من الشرجم وكتغطيه بملايه حيت كيقول لها بلي جاه البرد وكتسول واش الا دخلت مع الملايه ممكن تشوفو كتبغي تجرب ولكن ميشيل على غفله كيلقى راسو ثاني بدا كيبان وكيهرب من بيتها قبل ما تعرفوا واش كون وكينقز من شرجمه بيتها وكيرجع لدارهم اختو كتقول ليه خاصو يقول الحقيقه للسيله والسيله كتكون كترين البالي في المدرسه وكتخليها المدربه باش تمشي تجيب قهوه لراسها وكيبان واحد خونا حاضيها من بعيد وكيتيري فيها بشوكه البنج وكيخطفها وكيشوفوا ميشيل وكيبغي يعتق السيله والكلب ميشيل كيعطل خاطر فيدو ولكن كيهرب لهم من ديك البلاصه بالطوموبيل ومع السيله وهي مبنجه وميشيل كيبلغ البوليس بداك الشيء اللي طرا والسيله كتكون في بلاصه غريبه وكيداروا عليها اختبارات من شي ناس وكيقولوا انه ماشي هي اللي بغاو وانهم غيبقاو يخطفوا الدراري حتى يلقاو داك الشيء اللي بغاو وميشيل كيفيق لخت ليه وكيقرر انه ضروري يعتقها وكيقلب على اللبسه ديالو كيلقاها تغسلات وصغارت وكيلبسها اختو على وعسات خدم معاها ولكن الخطه ما كتنجحش وكيتغاوط مع امو كيقول لها بلي خسرات ليه اللبسه ديالو
له انها ماشي امه، وكيطلع ليه الدم وكيهرب من الدار وكيترج الدجاج اللي ورا امه. وميشيل كيمشي يجلس في البحر وكيتلاقى بداك خونا اللي كان حاضي هذاك النهار واللي كيكون عما وكيقول له ان اللبسه ماشي ضروريه وانه ماشي هو اللي خطف ستيلا. وميشيل كيسولو على كيفاش عرف داكشي اللي في راسو، وداك السيت كيقول ليه بلي سميتو اندري وبلي هو با، وكيعاود ليه انه شحال هادي كانت كارثه نوويه طرات على روسيا كلها، والاشعاع بثل الحمض النووي في واحد المجموعه وسماهم المميزين واللي ولات عندهم قوه خارقه. وواحد الجنرال من المجموعه شبه عسكريه سميتهم الشعبه ساق لهم الخبر وجمعهم في واحد البلاصه بعيده في سيبيريا وبقاو كيعاملوهم بحال شي فئران تجارب، وكان كل واحد عنده قدره خارقه مختلفه على الاخر، والغرض لاش كانوا كيديروا عليهم التجارب هو باش يستعملوهم كسلاح، وهو كان احسن واحد عندهم حيت هو الوحيد اللي كان قادر يقرا داكشي اللي في الراس. والمشكله ان التجارب استغلاتهم واستهلكت القوه ديالهم وبداو كيمرضوا، وهو بدا كيمشي ليه الشوف. وكانت الحاجه المشتركه ما بين اللي عندهم دوك القدرات هو ما كيولدوش الا هو امه الحقيقيه هي لينا، واللي كانت القوه ديالها هي الاختفاء. واول مره فاش تلاقاها قرا الافكار ديالها ولقى انه عجبها وتزوجوا ولدو ميشيل، اول ولد جوج من مال القدرات. ولكن الجنرال كان باغي يدي الولد باش يدير عليه التجارب، حتى قرر اندريو يلينا يهربوا وضحات يلينا براسها باش تعطي لاندريو وميشيل فرصه باش يهربوا من ديك البلاصه، وهي بقات مطيفه معاهم حتى قتلوها. ومن بعد اندري قرر يخليه قدام دار جيوفانا البوليسيه حيت قرا الافكار ديالها وعرف ان الله يعمرها دار وكتمنى وليه، حيت البوليسيه قدرت تغير تصاغ بالاوراق لميشيل ولات هي امه. وفاش كانوا كيهضروا اندري قرا الافكار واحد الصياد حداهم ولقاه بغى يتصل بالبوليس حيت شك في اندري انه بغى يخطف ميشيل بسبب الخبر اللي انتشر ديال بزاف الدراري اللي غبروا. وفي الكوميساريه جيوفانا كتكون كتقلب على ولدها وكتلقى بداك الطبيب النفسي وكتعترف ليه ان ميشيل ماشي ولدها وباسيلي كيتبدل فيه اللون وكيبان بحال في راسو شي حاجه. وفي البحر اندري كيقول لولده ان القوه اللي عنده ورثها من امه وديك اللبسه ما عندهاش علاقه بالقوه ديالو. وكيدوزو من حدا داك الصياد واندري كيمسح ليه الذاكره ديالو باش ما يعقلش عليه، وكيشوف ميشيل كيعطس وكيقول لها ان السبب في هادشي هو كيبقى غادي عريان في البرد باش كيكون مختفي. امه حتى هي كان عندها نفس المشكل وداكشي علاش اخترعوا عليه واحد اللبسه وكيعطيها عليه، وكيقول لها ان هاد اللبسه تصنع باش تفاعل مع البشره ديالو، يعني فاش يختفي حتى هي كتختفي. وكيقول ليه يبقى ديما لابسه تحت حوايجو ان العلامه اللي في اللبسه كانت العلامه ديال المميزين. وكيقول ليه رد البال حيت الشعب عارفين انه هنا. وكيقول ليه اندري علق وانه غيقدر يلقاه مره اخرى بسبب ان عقولهم متصلين ببعضياتهم، وكيمشي في حاله. وكيجيو البوليس وكيلقاو داك الصياد معاقل على والو، وشوف انا كتسول ميشيل شنو كيدير هنا وكيقول لها والو وبلي حتى واحد ما وقف عليه، وكتقول ليه مره اخرى ما يخبرش بهذه الطريقه. والدكتور باسيل كيعرض عليه يوصل ولدها للدار وكتقبل. وميشيل كيطلع لبيتو وكيلبس اللبسه ديالو تحت الحوايج، وباسيل كيدخل عليه وكيقول ليه ينزل يشرب اتاي، وهما جالسين كيشربوا اتاي كيعطيه الحلوه. وميشيل كيشوف يد باسيل مضروبه في نفس البلاصه اللي تعط فيها داك الخاطف من الكلب. وميشيل كيعرف ان باسيل هو الخاطف وبلي هو مع الشعبه وكيبغي يهرب ليه، ولكن كيلقى كاع البيبان تاع الدار مسدودين. وميشيل كيحيد حوايجو وكيقدر يختفي وبدا كيسف عليه بجناوه وكيهرب ليه من الكوزينه. وباسيل كيهز دقيق وبدا كيرميه في الهواء حتى كينزل على ميشيل وكيبانوا الخطوات ديالو وهو معلق لبيتو، وكينقز من البالكون تاع الدار وكيتلاقى ايفان بموتور وكيقول ليه خاصهم يهربوا بالزربه ولا غيموتوا، وكيهرب بيه لواحد البلاصه خاويه وكينزل من الموتور وهو خايف من داك العجم اللي مركب وراه وكيبغي يضربه. وميشيل كيبان قدامه باش يبردو شويه ويعاود ليه شنو طاري. وفي نفس الوقت دوك الدراري اللي مخطوفين كيبغيو يهربوا من ديك البلاصه اللي هما فيها، وستيلا كتقدر توصل لواحد البروجيكتور كبير وكترسم فيه سمايل فيس وكتدور رسمه بحال علامه باتمان على امل ان الملك يعتقها من البلاصه اللي هي فيها. وفعلا ميشيل كيشوف ديك العلامه وكيمشي هو وايفان للبلاصه فين كاين داك الضو، وايفان كيتي مع المكحله ديالو وكيتيري في الكرياج اللي واقفين حدا الحراس باش يلاهيهم. وميشيل كيدخل لداخل المينا وبدا كيقلب على البلاصه فين كاينين صحابو حتى كيوصل للبلاصه فين كاين باسيل ويبقى حاضيهم وكيحط يدو في واحد البلاصه سخونه وكيتحرك. وباسيل كيحسب لي شي واحد معاهم في ديك البلاصه وكيقول الحارس يتي عند ستيلا. وميشيل كيجي ورا واحد الحارس وكينزل عليه بطفايات العافيه وكيهز ليه الفردي وكيتدي به الحارس الثاني وكيخليهم يحلوا الباب على ستيلا وصحابها الاخرين وكيوري وجهه لصحابو باش يعرفوا انه صاحبهم وكيبغي يهربهم من ديك البلاصه. ولكن ستيلا كتقول ليه بلي كاين واحد الشيباني محبوس وخاصهم يعتقوه حتى هو. وميشيل كيمشي باش يعاونها وكيخلي براندو مارتينو يهربوا برا المينا وبقى غادي تابعه وكتدخلوا لواحد البلاصه اللي كتكون غواصه وكتطور عنده ستيلا وكتهددو باش ما يتحركش من بلاصتو. وكيخرجوا الناس الشعبه من بلايصهم وكيشدوه ستيلا كتغيب. وواحد الشيباني كيقول ليه بلي سميتو المخلب وبلي حتى هو من المميزين وعنده قدره اللي يتحكم في اي واحد مجرد غير يقيسو، بحال كي دار الباسيلي اللي تحكم فيه وخلاه يخطف ستيلا ويهجم عليه في الدار، وبحال كيتحكم في ستيلا فاش جابتو لعندو. وميشيل كيغبرو بدا كيضرب في الحراس، ولكن المخلب كيتدو بلي غيقتل ستيلا الا ما بانش. والمخلب كيخدم القنبله اللي غتفرقع المينا وكيمشي بالغواصه ديالو وكيقول لميشيل انهم غيرجعوا لبلادهم اللي هي روسيا وغيخلي ستيلا ترجع في امان في الكبسوله. وجوفانا كتكون وصلت للمينا وكتعتق براندو مارتينو وكيقولوا لها بلي ميشيل مازال كاين في الداخل. وكتدخل تقلب عليه وكتلقى باسيل محبوس في واحد البلاصه وكتشنق عليه، ولكن هو كيقول لها بلي ما عاقل على والو. واندري كيكرميها وكيقول لها بلي راه كيقول الحقيقه
الحقيقه، وباللي ميشيل مشى من المينا وحتى هما خاصهم يخرجوا من هاد البلاصه قبل ما تفرقع. وميشيل كيشوف الرجال اللي مغلبوا هما كيحطوا السلاح في الكبسوله، وميشيل ما كيقدرش يتحكم في الغضب ديالو، وبدات الغواصه كتزعزع وتشتت بسبب القوه ديالو، وكيجري يدخل لديك الكبسوله وكتفارق من الغواصه وكتطلع فوق البحر، والغواصه كتفرقع بدوك اللي فيها. وميشيل كيعاود للبوليس على كلشي وعلى القوه اللي عنده، وكيتلاقى با اندري وكيقول ليه دابا كلشي عرفوا انهم المميزين وهذا الشيء خطر عليه، وانه غيخلي كاع اللي ساقوا ليه الخبر ينساو هذا الشيء اللي طرا اليوم. وكيزيد يقول ليه انه غيتلاقاه مره اخرى فاش يكون محتاج ليه، وكيمشي وسط الناس وكيمسح لهم الذاكره، وكيحقوا مع جوفانا وباسيلي اللي كلهم كيكونوا ما عاقلينش على شنو طرا. وهذا الشيء كله اللي طرا كيتنسب لجوفانا باللي هي اللي اعتقد دوك الدراري قدام الصحافه وكتسد القضيه. وميشيل كيرجع لحياته العاديه وكيرجع لمدرسته، كيلقى ايفان وبراندو بغاو يتنمروا عليه مره اخرى، ولكن كيقدر يتفاداهم وكيتلاقى بستيلا وكيزعم يهضر معاه وكيتمشاو بجوج. وميشيل ولا بطل خارق اللي يعتق صحابو من غير ما شي حد يعرف ومن غير ما تعرف الهويه ديالو.